السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعي القناة في فيديو جديد معاكم. النهاردة هنشرح فيه المكنة VGR 091 الفرعوني الديجيتال. كنا شرحنا قبل كده VGR 085 و VGR 228 وقلنا ان الفرق بين ال 228 وبين ال 085 ان دي ديجيتال ودي عادية ما فيهاش شاشة ديجيتال، وكان الفرق طبعا بين سعرهم 250 و300، فرق 50 جنيه في المكنه. ف VGR النهارده ادت لنا مكنه ديجيتال، يعني هنشوف كده لما نفتح كده الديجيتال بتاعها اهو، تمام، ظاهر عندنا، ولكن سعرها 250 جنيه. ايه فرق السعر دون؟ يعني ليه انا عملت لك مكنه عاديه ومكنه ديجيتال فرق السعر بينهم 50 جنيه، فتعمل لي مكنه تانية بنفس سعر المكنه العاديه اللي ما فيهاش ديجيتال؟ تعالوا كده نشوف الاختلاف بين المكنتين ايه. اولا المكنتين هما VGR 85 VGR 091 الديجيتال الجديده. طبعا هنا مكان الديجيتال معمول مكان الايه، الحته المقفوله ديت، هو فتح لك فيها وقال لك ايه، اعمل لك فيها مكان الديجيتال. طيب ايه الفرق؟ اول فرق ان الزرار ده بيتقاد من فوق، ماشي، ده بيتقاد من تحت. طيب ايه يعني، ايه المشكله؟ مش فاهم. ماشي، دي الوصلة الشاحن بتاعتها تايبس، ماشي، دي وصلة الشاحن بتاعتها هي برضو وصلة شاحن وبتتوصل على كيسة او شاشة او لابتوب او كلام من ده او شاحن موبايل، ولكن الناحيه الثانيه روزيتا زي بتاعه ايه، التسجيل او اصغر سنه منها. طيب ايه الفرق بين المكانتين؟ الفرق بين المكانتين هيرجع لحاجه واحده فقط. الفرق ال 50 جنيه دون متعوض في حاجه واحده فقط. اول حاجه ال 085 بتشحن ساعتين ونص عشان تشتغل 300 دقيقه. 300 دقيقه يعني 5 ساعات. دي بتشحن ساعتين علشان تديلك 120 دقيقة عمل، يعني بتشحن ساعتين علشان تديلك ساعتين زيهم. طبعا فرق ساعات الشحن وفرق ساعات الشغل ده يأكد لي ان في فرق في قوة البطارية نفسها. قوة البطارية بتاعت ال 085 1400 ملي امبير، ماشي. قوة الشحن بتاع الزيرو 91 600 ملي امبير فقط. طيب هل ال 600 ملي امبير او ال 1400 ملي امبير دي هتفرق معايا كمستخدم شخصي؟ لا، هي مش تفرق معايا كمستخدم شخصي، ولا هتفرق معايا كصنايعي الا في حاجة واحدة بس، الا اذا كان انا عندي شغل كتير وعندي حرق كتير، فعايز مكنه اشحنها في عدد ساعات اقل، يعني مثلا ساعتين ونص هتديني 5 ساعات، 5 في 6 ب 300 دقيقه ايه عمل. انما انا لو مستخدم شخصي مش هيفرق معايا قوي الموضوع دوت، تمام. لو انا شغلي خفافي، شغل الزيرو بتاعي خفافي، برضه مش هيفرق معايا قوي. كل ما هتقرب ان هي تفضى من الشحن بعلقها على الشاحن علشان خاطر استفيد بايه، بشحنها. طيب السلاح بقى، قوة السلاح نفسه، قوة السلاح نفسه تقريبا واحدة. هو السلاح واحد. انا بيتهيألي ان لو واحد عنده المكانتين، ماشي، وواحدة منهم عطلت وهو بيفضل ان هو يشتغل بيها، ممكن يشيل السلاح بتاع دي يركبه على دي. يعني هو السلاح واحد، ينفع يركب على المكنة دي او ينفع يركب على المكنة دي كبودي وكموتور وككل حاجة، تمام. لما هنيجي نبص على الشكل دي عليها شعر زي شعر الحلاق كده، تمام، وش حلاق وشفرتين تحت هم شايفينهم، ودي هنتلاقي عليها زي رسمة القرصان او اهو رسمة الايه، القرصان اللي مشهور بيها اغلب المكن VGR، بس مش الفرعوني. دي اول مكنة فرعوني يترسم عليها ايه، رسمة القرصان. طيب كمستخدم شخصي انهي فيهم الزيرو بتاعها احد؟ الزيرو بتاعها احد الاثنين، الزيرو بتاعهم واحد. الزيرو بتاعهم ما فيهوش فرق خالص،
نفس درجه الزيرو دي، نفس درجه الزيرو دي، نفس درجه التصفير هي نفس درجه الايه؟ التصفير. في ناس بتفضل ان هي تشتغل بالمكنه الزرار بتاعها في الوش كده، تمام. وفي ناس بيقول لك انا مش هتفرق معايا الزرار فوق او تحت او في الوش مش في الوش، انا هشتغل بيها باي وضع من الاوضاع دي. كده ممكن تقف، تمام، على ستاند او على السرفيس بتاعك او على التسريحه بتاعتك في البيت، ودي برضك ممكن تقف ما فيهاش اي مشاكل. الزرار بتاعها مش عامل مشكله، لان كان في موديلات قبل كده نزلت الزرار بتاعها كان بارز شويه وما كانش تقدر توقف المكنه قدام منك على سرفيسك او توقفها على مثلا التسريحه بتاعتك في البيت او مكان ما بتحلق دقنك. كده اتكلمنا عن الفرق بين المكانتين، واتكلمنا عن درجة الزيرو في المكانتين. فاضل ان احنا نتكلم عن السعر. السعر النهاردة الفي جي ار 085 سعرها عامل 250 جنيه، مش هتقل عن كده لان اثبتت درجة كفاءة. الفي جي ار 091 سعرها 250 جنيه تحت التجربة، ولكن انا بقول لك ان الكفاءة واحدة. هو الفرق فقط في ايه؟ في قوة البطارية وعدد ساعات الشحن والشغل هنا، وعدد ساعات الشحن والشغل في الناحية التانية. يعني دي الفي جي ار 085 هتشتغل، هتتشحن 2.5 ساعة علشان تديلك بالظبط كده 300 دقيقة عمل، يعني 5 ساعات. والفي جي ار 091 هتشحن 2 ساعة علشان تديلك 120 دقيقة عمل، يعني 2 ساعة بالظبط. ده كان الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تشترك معانا في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم الحلاقة. السلام عليكم.